في يوم ربنا كلم يونان انه هو يذهب الى اهل نينوى المدينة العظيمة وكلم شعبها علشان شرهم زاد قدام الرب. لكن في الوقت ده يونان ما سمعش الكلام ربنا وراح الى يافا، ومن يافا خد مركبة وطلع الى ترشيش. وهو في المركبة الى ترشيش نام يونان نوم عميق في جوف المركبة. لكن الشعب اللي كانوا موجودين الملاحين لقوا ان المركبة هتغرق، ففضلوا يرموا في كل الحاجة الموجودة عندهم وفضلوا يصلوا للآلهة بتاعتهم. ويونان في الوقت ده كان نايم نوم عميق جدا ومش حاسس بأي حاجة. وبعد كده فضلوا يرموا في الحاجة ولقوا يونان نايم، فنزل الرئيس الملاحين ولما صحى يونان قال له قوم صلي لإلهك. لكن يونان لما قام ان الموجة زي ما هي بتيجي الموجة بتزيد جدا، فراحوا قالوا له نعمل قرعة، وعملوا قرعة وطلعت القرعة على يونان لان حكى لهم الموضوع في الوقت ده، فقرروا ان هو يرموه في البحر علشان الموجة تهدى. ولما رموا يونان في البحر فعلا الموجة هديت، وبعد كده هم رجعوا وذبحوا وامنوا بربنا بعديها. لكن يونان فضل في جب الحوت 3 ايام يصلي لربنا و3 ليالي. ولكن في اليوم الثالث ربنا استجاب ليونان وخلى ان الحوت يرميه عند الشاطئ. ولما رمى الحوت يونان قام يونان وراح لمدينة نينوى، وكان المفروض الوقت ده يبقى حدود 3 ايام مشي، لكن يونان خدهم في يوم واحد. ولما وصل لغاية هناك قال الملك ان شر المدينة زاد قدام ربنا، وان ربنا غضبان عليهم وهيهلك المدينة كلها. بعد 40 يوم هتتقلب المدينة. ففي الوقت ده الملك قعد على الرماد وخلع هدومه وحزن حزن جامد جدا. كلنا هنصوم من الصبح لغاية بالليل 3 ايام، حتى الاطفال والبهائم كله هيصوم. وصوم المدينة كلها 3 ايام وربنا سامحهم وغفر ليهم خطيتهم. وفي الوقت ده يونان كان قاعد من بعيد وببص وبشوف كده، فاتضايق قوي وغضب جدا وقعد يصلي لربنا ويقول له يا رب، وانا عارف يا رب ان انت رحوم ورؤوف وان انت هتسامحهم، فعشان كده انا هربت من وجهك ورحت الى ترشيش. لكن ربنا قال له يا يونان بالصواب اغضب. واتضايق ربنا من يونان في الوقت ده، وهو قاعد شرق المدينة عمل ظلة علشان يقعد ويتابع المدينة ويشوف ايه اللي هيحصل. لقي ان ربنا بعت له يقطينة شجرة تضلل عليه، ونام يونان تحت اليقطينة نوم عميق. ولما جه الصباح الباكر ربنا جاب دودة تاكل الشجرة، فاكلت اليقطينة. وقام يونان لقي الجو سخن والشمس سخنة عليه، فقام يونان متضايق قوي. وبعدين برضو قال لربنا يا ريتني كنت مت قبل اشوف كده. فراح ربنا قال له بالصواب برضو زعلت يا يونان. واتضايق ربنا وقال له يعني انت زعلان على حتة الشجرة اللي انت ما تعبتش فيها وانا اللي عملتها لك؟ امال انا اللي شعبي كان هيضيع 12 ربوة حدود 120,000 نفس. ودي كانت قصة يونان. ويونان يقال عنه انه يونان ابن عرملة صرفة اللي قاموا ايليا قبل كده من الموت. وبركة يونان النبي وبركة الايام المقدسة تكون معنا، ولربنا المجد الدائم الى الابد.